الله يبارك فيكم وألف مبروك لنا كهلاليين، مبروك الجماهير الهلالية هذا الفوز اللي جاء في وقته للأمانة، وإن شاء الله أن الفترة القادمة فترة التوقف إن شاء الله تكون فيها التركيز أكثر وأعلى إن شاء الله، ونتائجها الإيجابية إن شاء الله تظهر بعد التوقف. بالنسبة للإصابة الحمد لله رب العالمين أولا وأخيرا، أنا إلى الآن تشخيصه حيكون بكرة، ولكن هي عبارة عن العضلة الخلفية، أنا يعني بحكم معرفتي يعني بالإصابات هذه إنه ممكن يكون تمزق في العضلة الخلفية. شوف في النهاية أنت تتوقع وما تتوقع هذا يختلف من شخص إلى آخر، لكن لا تنسى إنه فريق الرائد فريق يلعب في الدوري الممتاز، يعني هذا أولا. شيء ثاني مقدم مستويات جيدة الفترة اللي فاتت، عنده عناصر ممتازة يعني، فمن الصعب إنك أنت يعني ما تحترم الماضي. يعني ما عندي شو اقول، يعني توفيق من دعاء الوالدين جود العيال ناظرني كذا. طيب أنا ما في شيء يخسر فريق الرائد يعني، عشان كذا صعب المباراة علينا. الحمد لله وفقنا وفزنا في المباراة يعني، بس إن شاء الله كل شيء خير إن شاء الله، بس وقفون معنا إن شاء الله بنرجع أحسن من أول إن شاء الله. صور ذا أيوة.